هنعمل مع بعض شاورمة اللحمة. بس قبل اي حاجة، انا نسرين يوسف اللي ما يعرفنيش، واسمي على اليوتيوب وعلى الفيس يوميات نسرين يوسف. يا ريت اللي ما اشتركش في قناتي يشترك، ويا ريت اللايك الجميل والشير، واهم حاجة تفعلوا الجرس. تمام. هنعمل مع بعض النهاردة شاورمة اللحمة. معانا نص كيلو لحمة متقطعة شرايح زي ما انتوا شايفينها. انا مقطعاها شرايح، اللي حابب يعمل نص، اللي حابب يعمل كيلو، براحتكم الكمية اللي انتوا عايزينها. هنجيب بولة، اهي، وهنحط فيها معلقة ملح صغيرة ما تكونش ملانة، ومعلقة سكر، وهنحط فلفل اسود، وهيبقى معانا توم باودر وبصل باودر. انا هنا حاطه توم باودراتي وبصل باودر، وهحط فلفل اسود، وهحط حبهان مطحون. ده حبهان مطحون انا طحناه، ده اساسي في شاورمة اللحمة. ورشة قرفة، رشة قرفة بسيطة، والبهارات السبعة، ونص كوباية خل، و3 معالق زيت او معلقتين كبار. وهنحط معلقة مستردة، طبعا انا ما ينفعش ان انا اقلل الفيديو، لان كل خطوة فيه مهمة. طبعا انا هنا بقلبها. تمام كده جاهزة. هنزل بقى باللحمة، هنزل بشرايح اللحمة، وهسيبها في التتبيلة ديتي 3-4 ساعات. تمام. بس يفضل ان هي تتبل من بالليل، تقعد ليلة كاملة في التلاجة، عشان بتشرب التتبيلة وبتدي طعم حلو. يا ريت تتبل من قبلها بيوم في التلاجة. انا متبلاها في نفس اليوم، قعدتها حوالي من 3 ساعات ل4 ساعات. طبعا هغطيها بقى وادخلها التلاجة. كده هاتي اتبلت بعد ما سبتها في التلاجة من حوالي من 3 ساعات ل4 ساعات. بشيل بقى الاسترتش اللي عليها وهجيب بقى طاسة على النار، وهحط فيها معلقتين زيت، وهنزل بالشاورما بتاعتي. طريقة الشاورما دي حلوة، هتعجبكم، سهلة وبسيطة ومش فيها اي حاجة. انا دايما بجيلكوا بالطرق السهلة، لان انا عارفة ان الناس بتزهق. هقلبها بقى، وهسيبها بقى على نار هادية شوية. من وقت للتاني هقلبها على ما نجهز الخضار بتاعنا بقى.
هنا بقى معايا هنا بصل شرايح، ومعايا هنا فلفل الوان، فلفل احمر واصفر واخضر، ومعايا طماطم من غير القلب بتاعها. طماطم انا شايله القلب بتاعها ومقطعاها شرايح. ما ينفعش ان انا احط قلب الطماطم بالقلب بتاعها لان هتنزل ميه. طبعا انا جبت هنا القلايه على النار، وحطيت فيها معلقه زيت واحده، ونزلت بالبصل اشوحه شويه بحيث ان هو يتبل بس شويه كده، يعني عايزاه بس يتدبل شويه كده. الشاورما جاهزه معانا اهيتي. هنسيبها بقى على جنب على ما نعمل الخضار بتاعنا. هنشوحه وبعد كده هنزل بقى بالفلفل بقى والطماطم. انا مقطعه فلفل اخضر، ومقطعه فلفل احمر، ومقطعه فلفل اصفر، ومقطعه طماطم. تمام. ومعايا برضو كزبره خضراء مقطعه، هنزل بها برضو. مقطعه كزبره خضراء هنزل بيها اهو، كزبره وشبت. هشوحهم بعد كده بقى هنزل بايه، هنزل بحوالي معلقتين خل. هنزل بحوالي معلقتين خل بحيث ان هو بس يتبل بس الخضار بتاعنا شويه. طبعا الشاورما بيبقى الخضار فيها صحيح، ما بيبقاش طري قوي، لا بيبقى صحيح شويه. هقلب فيه شويه لغايه بس ما يتبل معانا، يدبل كده. بعد كده هنزل بقى بالشاورما بتاعتي كده اهوتي. تمام كده نزلت بالشاورما بتاعتي اهي. هقلبها بقى تاخد قلبة معاها بس كده، وخلاص على كده تبقى جاهزة معانا بقى. يلا يا حبايب قلبي، حطوا اللايك الجميل والكومنت الحلو اللي زيكم، ويا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك ويدعمني. وشكرا لكل اللي معايا وكل اللي بيدعموني وكل اللي بيحطوا له اللايك وكل اللي بيعملوا لي شير وكل اللي بيحطوا لي كومنت. شكرا ليكم بجد، وشكرا لوقفكم جنبي. كده الشاورما جاهزة معانا. هنبدأ بقى نحشي العيش بتاعنا. انا دهنت طحينة. طبعا العيش ده انا شايراه، انا شايره العيش بتاع الشاورما ده. انا دهنت طحينة وبعدين حطيت الشاورما. طبعا الطحينة انتوا عارفينها، انا عاملاها في فيديو معاكم اللي قبل كده، تقدروا ترجعوا له. حطيت طبعا زيتون، مقطعه زيتون وفلفل. هبدأ بقى الف العيش بتاعي وهحطه بقى في جهاز الميكر او جهاز التوست. هبدأ بقى احشي التاني. في ناس بتحب تحط تومية مع الشاورما، انا حبيت احط طحينة، حبيت ان انا اعمل طحينة واحطها. زي ما انتوا شايفين كده العيش ده انا شايراه يا جماعة، مش عاملاه، انا شايراه جاهز. هبدأ بقى هحطه جنب التاني، وهنخلص الكمية بقى ونرجع لكم تاني. كده الشاورما بتاعتنا الجميلة جاهزة اهي، حلوة وخفيفة وما خدتش حاجة وسريعة ما شاء الله. ما خدتش حاجة والله، أكلة خفيفة طبعا لأن في الحر الولاد مش عايزين ياكلوا أي حاجة، عايزين سندوتشات كريبات حاجات من دي ومشويات. جربوها تعجبكم، جميلة بجد والله. طبعا هي الشاورما بتحب الخيار المخلل بس ما كانش موجود عندي بصراحة،
فحطيت بقى زيتون. جربوها وتعجبكم يا حبايبي، وشكرا ليكم.